سمعت حد بيقول عدو الافضل ليس الاسوأ ولكن الجيد. لحظة كده، تعرف ان دي مشكلة ناس كتير؟ مشكلة ناس كتيرة جدا اللي بيحرموا من يوصلوا لافضل حاجة هم نفسهم فيها. عارف ايه؟ هو الوضع الجيد اللي هم فيه، مش الوضع السيء. الوضع الجيد اللي هو صباح الفل، قشطه، دينا ماشيين ومتاقلمين عليه، اما ان احنا احسن من غيرنا كتير والدنيا ظريفه، مش عجباني قوي ولكن صباح الفل. عارف الوضع ده بيكون بمثابه المخدر اللي بيحرمك انك توصل للحته الافضل اللي انت نفسك توصل لها. ليه لازم نوصل للحته السيئه او الحته الاسوأ وظروف صعبه جدا عشان نتألم فنيجي نوصل للحته الافضل؟ ليه؟ الفكره كلها ده اللي بينطبق عليه بالظبط المثل بتاع ايه؟ بتاع في ناس بتعمل حساب بكره وناس تانية بتستنى ان الدنيا تيجي عليها عشان تعمل حساب بكره. اللي بيعملوا حساب بكره دول اللي بيفهموا وبيتخلصوا من المخدر بدري اللي هو الوضع الجيد وبيروحوا يجروا جري على الوضع الافضل. ولكن اللي بيستنى الدنيا تديله على دماغه عشان يعمل حساب بكره ده اللي بيفضل سايب نفسه في الوضع الجيد، متأقلم 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 لحد ما يوصل للحته الاسوأ، وساعتها بيقوم يتحرك. عشان كده العدو الافضل ليس الاسوأ ولكن هو الجيد. فكر فيها.